تخيل ان دكتور جامعة قضى اكتر من 20 سنة جوه اكبر المؤسسات الطبية في مصر، وفي الاخر يطلع يقول احنا بنتعالج غلط، والقتل هو اصل اغلب الامراض اللي بتجيلنا. تتحول من دكتور عادي لواحد بيهاجم شركات الادوية بشكل مباشر ويشكك في النظام الغذائي الامريكي نفسه، وبيقول ان اللي بيحصل للبشر مش صدفة. بس السؤال هنا، هل ضياء العوضي كان عبقري واكتشف الحقيقة فعلا، ولا شخص نشر افكار خطيرة وضل ناس كتير؟ وليه بعد ما شهرته انفجرت بالشكل ده بدأت الحرب عليه من كل اتجاه؟ النهارده هنعرف القصة كاملة من أول دخوله طب عين شمس لحد النهاية الغامضة اللي خلت ناس كتير جدا تسأل هل دي كانت مجرد وفاة طبيعية ولا في حاجة أكبر من كده؟ خلي بالكم انتم من نفسكم، انا موجود لحد ما يقضي الله امرا كان مفعولا. انا مع ربنا وبس. لو لقيتوني بقى موت اعرفوا ان انا اتقتلت مش انتحرت. حاجه اسمها ان انا ضياء العوضي ينتحر، انتهي. حطها في بالك، الحق حاجه واحده، لا اله الا الله، مش قول فعل. ولا اله الا الله يعني ايه؟ قول الحق في وقت الفتنه. وانتوا في وقت فتنه، انتوا في وقت ايه؟ فتنه. انا عملت اللي عليا اعتقد وسلمت الامانه كما امرني الله وكما وهبني الله وكما علمني الله. لا اله الا الله. اعوان الشيطان كلهم اتحركوا، وخلي بالك كل سهم متوجه عليا اعرف انه شيطان. كل سهم، انا مش فارق معايا حاجه خالص خالص. انا عمري ما خفت، عمري ما خفت بفضل الله تعالى، لان في وسط ما انا واقف قدام اي حد كان اعلى مني او اكبر مني كان جنبي ربنا. والله العظيم عمري ما خفت بفضل الله تعالى. من وانا عيل صغير عندي 13 14 سنه عمري ما شفت حد محتاج المساعده ما وقفتش معاه، حتى لو الموضوع ما يخصنيش. لا اله الا الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اهلا بكم، انا اسمي ماجد، ولو ما تعرفنيش فانا بقدم محتوى عن القصص الغامضه والخوارق الطبيعيه، فما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. الاول خلينا نتكلم عن مين هو دكتور ضياء العوضي وايه خطوره المعلومات اللي كان بيقولها عشان توصل بيه للمصير ده. دكتور ضياء مواليد سنه 1978 وتوفى سنه 2026 عن عمر يقارب 47 سنه. اما عن رحلته العلميه فدكتور ضياء حصل على بكالوريوس الطب والجراحه من جامعه عين شمس سنه 2002، اتخصص بعد كده في التخدير والعنايه المركزه والرعايه المركزه، واخد درجه الدكتوراه في العنايه المركزه سنه 2011. وبعدها بسنه حصل على دبلومه في التغذيه العلاجيه سنه 2012، واشتغل عضو هيئه تدريس في جامعه عين شمس لفتره تقريبا حوالي 20 سنه، لانه كان اول دفعته في الجامعه فتعين كمعيد بعد التخرج من الجامعه مباشره، وبدا انه يتدرب في الدراسات العلميه من بكالوريوس لماجستير لدكتوراه متخصصه لمدرس لاستاذ مساعد، والدرجه اللي قبل الاخيره كاعلى درجه جامعيه في مصر اللي بعدها يكون بروفيسور. وفضل دكتور ضياء شغال في جامعه عين شمس لحد سنه 2023 زي ما قلت لك قبل ما يقدم استقالته لاسباب غير معروفه. وبدا دكتور ضياء رحلته في تجذيب الثوابت العلميه المعروفه ونشر نظام الطيبات اللي كان فكرته باختصار ان كل مرض بيجي للانسان هو سببه الاساسي الاكل اللي هو بياكله. كلامك غير مقبوله. والله حضرتك انت اللي ردك. انا بسال سؤال، المدرسه دي كلها خلينا بس نتكلم. ماشي، احنا مع حضرتك كده بنتكلم في كلام ساينتفك. دلوقتي احنا بنتكلم على بري دايابيتك، ودكتور ضياء كان بيقول لك ليه السكر ساعتها معليش. لا ما قلتش كده، انا قلت ليه في اضرار طالما السكر معليش. سؤال واضح. حضرتك شغال ايه ومعاك شهاده؟ حضرتك ما تسالش الاسئله دي. معاك ماجستير ولا دكتوراه؟ معايا ماجستير ودكتوراه. لا انا ما معيش ممكن حاجه. اسالك سؤال بقى؟ لا مسكت ايه تخصصك سكر ولا انت دايت؟ حضرتك عرفتي بقى احنا جايبين ايه؟ دكتور عمر معلش بتكلم معاه. لا. وبعد ما دكتور ضياء العوضي قال النظام بتاعه وايه الاكل اللي ممنوع في نظامه، اتهاجم هجوم كبير جدا من السوشيال ميديا والبرامج الاعلاميه ومن زمايله الدكاتره كمان اللي قالوا على نظامه انه تخريف واضح. وبعدها دكتور ضياء شكك في الهرم الغذائي الامريكي اللي تم اصداره سنه 1992 وامريكا غيرته سنه 2005. والهرم ده كان بيقول باختصار قلل سكر وكتر كربوهيدرات، وفي الهرم ده قاعده الهرم هي الكربوهيدرات، ودي اهم مصدر للاكل، ثم بعد كده الفواكه، ثم البروتين بكل انواعه، بيض، لحوم، فراخ، سمك، البان، ثم السكريات والدهون، ودي اخر حاجه خالص تلجا ليها. ومن بعد النظام ده او الهرم ده الدنيا خربت على الاخر. مرض السمنه زاد بشكل مرعب خلال الكام سنه دول، زاد بنسبه 50%، والسمنه المفرطه زادت برضه بنسبه 50%، ومعدلات السكر من النوع الثاني زادت برضه الضعف، وامراض القلب برضه زادت بشكل كبير لحد سنه 2005 جت امريكا لغت النظام ده خالص بعد اتهامات واضحه من ناس كتير جدا لان النظام ده هيكون سبب في تدمير العالم. وامريكا بعدها بدلت
بدلت النظام دوت بنظام تاني اسمه ماي بلاد، اللي بقى بيعتمد اصلا على تنوع الوجبات من كربوهيدرات وبروتينات وفاكهه وخضار والبان. لكن الاتهامات ما وقفتش لحد هنا، لا، الناس بدات تقول ان الهرم الغذائي هدفه الاساسي كان زياده الاقتصاد الامريكي، لان ظهر بعض الاخبار اللي بتقول ان الشركات المنتجه للكربوهيدرات كانت بتستخدم ارض انواع الخامات، بالذات في الحاجات اللي بتتصدر للدول العربيه والافريقيه. المهم انهم طلعوا برا نفسهم من كل الاتهامات دي وقالوا احنا عملنا لكم نظام جديد امشوا عليه. لكن الكلام ده كله كان برضه تضليل وكذب في كده، لانهم كانوا عارفين ان الناس مش هتقدر انها تتخلى عن الوجبات السريعه اللي اتعودت عليها خلال الفتره دي، على اساس انها قطعه بروتين محطوطه في كايزر معمول من الكربوهيدرات الصحيه اللي وصلت مع الناس للادمان حرفيا. واستمرت الوجبات دي لحد الوقت اللي بنتكلم فيه ده منتشره. ومن ناحيه ثانيه شركات شغاله بس على انها تنتج الدواء اللي هيعالج السمنه المفرطه والسكر والقلب اللي الناس هتضطر انها تشتريه كمان كام سنه من دلوقتي. ودينا شغالين على سلامتكم بكل طاقتنا، وده اللي دكتور ضياء قاله، لا اكتر ولا اقل. لكن بدات حملات الاتهامات الممنهجه من شركات الادويه بالاخص على دكتور ضياء. لكن قبل ما نتكلم في الموضوع بعمق خلينا متفقين ان مش كل اللي دكتور ضياء قاله كان فعلا حقيقي، والله اعلم. انا مش هقدر احكم عليه وانا هنقل لك بس القصه وانت وقتها تحكم براحتك. المهم دكتور ضياء بعد تقديم استقالته في جامعه عين شمس بدا في نشر محتوى على السوشيال ميديا. في البدايه كعاده اي حد محدش كان مركز معاه ولا مع اللي بيقوله، ومع الوقت بدات الناس اللي بتشوفه تزيد زياده مش طبيعيه خلال سنتين او 3، فليه قاعده جماهيريه كبيره جدا. طبعا الدكاتره ما عجبهمش الكلام ده، طلع اكتر من دكتور بيقول ان اللي بيقوله دكتور ضياء جهل وتضليل علمي واضح، وان مش ده العلم اللي احنا ضيعنا عمرنا فيه. وكان رد دكتور ضياء نظروني، قال كده بالظبط، انا عاوز دكتور بيشكك في كلامي نطلع انا وهو قدام الناس وانا اقول ارائي العلميه ونظامي اللي هو نظام الطيبات، واقول له اثباتاتي العلميه، والدكتور اللي بيناظرني يشكك فيا يقول لي اثباتاته، ونسيب الناس تحكم بينا. لكن ما حصلش. لا، يا يجي يناظرني قدامي يا ما يكلمش في التليفون. طيب دكتور عمر، انا اجي قدامك، انت اللي تيجي قدامي مش انا اللي اجي قدامك. طيب خلص دكتور عمر، الكلام. احنا النهارده بنتكلم، احنا النهارده الأستاذ انت. طيب ايه معلش الكلام ده؟ دكتور معلش يا عمر. مدام اقفلي التليفون ده خالص. بدأ الموضوع انه ينتشر جدا بين الناس، ناس كتير جدا بدأت انها تصدقه وتمشي ورا كلام دكتور ضياء، وكلهم او نسبة كبيرة جدا منهم قالوا انهم كل المشاكل اللي كانت عندهم اتحلت بعد اتباع نظام دكتور ضياء، وناحيتهم بقت احسن عن الاول كتير. والسوشيال ميديا كلها اتحولت لفيديوهات ضياء العوضي ونظامه، والناس اللي بتتبع النظام ده. كنت مريضة كانسر من الدرجة الثانية، كان سرطان فم. اتشخصت ان هو بسبب التدخين، لان انا بحب الشيشة جدا وبشيش كتير. فكان المفروض بناء على كلام الدكاترة ان انا يتم استئصال جزء من الحلق وعظمة الفك في الجزء ده وتقريبا نص اللسان، فهفقد النطق تماما وهفقد الكلام. طبعا انا لما عرفت الموضوع ده جالي صدمة، كملت شغلي عادي وكملت حياتي عادي، ومشيت على كلام الدكاترة ان انا المفروض اخد 6 جرعات كيماوي، وبعد ما اخلص ال6 جرعات كيماوي اخد حاجة اسمها العلاج المناعي، وبعد المناعي اخد الاشعاع. خدت اول جلستين كيماوي وبعدين تعبت جدا وجالي جلطة والألم اللي انا شفته في الكيماوي خلاني احس ان انا لا، انا الكانسر ما عملش فيا كده. لما جالي الكانسر قعدت حوالي شهر قبل العلاج، كنت صحتي كويسه. فانا ايه اللي بيحصل معايا ده؟ انيميا حاده، شعري وقع، ابتديت اتبهدل. وانا حد من الناس عقلي على طول بحب يعني اشغله، مش الكلام اللي بيقوله لي الدكتور بمشي عليه. حسيت ان انا في دوامه وفي دوشه في وسط كل ده. شفت النظام بتاع دكتور العوضي، قررت ان انا اوقف العلاج بتاع الكيماوي بتاعي ما كملهوش، والدكتور طلب مني ان انا اقعد 6 شهور كمان، وانا واقفه علاج تماما ومصممه ان انا امشي على النظام. بلس يا جماعه ان انا طلع جسمي ما فيهوش ولا خليه سرطانيه، بشرتي اتحسنت جدا، نفسيتي اتحسنت جدا، طبعي اتغير، والعصبيه والغضب اللي بقت عندي ما بقتش موجوده، وزني نزل جدا وبقى مظبوط. اهم حاجه في النظام صيام كل اثنين وخميس، ده ثابت، ده اللي في ديننا. وزي ما قلت لك دكتور ضياء كان شايف ان العلاج مش في الادويه اللي بناخدها، هو كان بيقول ان العلاج في منع السموم اللي بتدخل جسمنا عن طريق الاكل اللي بناكله. اما بالنسبه لي الادويه دي تجاره في تجاره، بالنسبه لضياء العوضي شركات الادويه مافيا، وبيع الادويه دي وتصنيعهم مش غرضه العلاج، لا غرضه الربح بس. ومن وراء الحاجات دي فيه مافيا الشركات الدوائيه، ودي طبعا تملك مليارات، وبعدين وراها قوه الدول نفسها، وزارات الصحه واساتذه الجامعه، فدي تكتل كبير. هذا التكتل طبعا خاصة شركات الدواء والمافيا بتاع العقاقير
ممكن يتخرب بيتها، لان الله مرض ممكن يخف بمجرد ان انا ابطل اكل برتقال. طب وانا ايه لازمه ان انا اقرف نفسي بالدواء؟ حرمي الدواء في صندوق الزباله على طول. وطبعا الشركات دي ممكن تفلس، فهي بقى واخده موقف دفاع حياه او موت وتملك المال. الربو، الاكزيما، الصداع المزمن، تورم الاطراف، ضعف العضلات، التنميل والزغلله، القولون العصبي، تآكل الاعصاب، الاكتئاب، الفصام، الانحرافات السلوكيه، الطفل المزعج، الهايبر اكتيفيتي في الاطفال او النشاط الزائد. هل ممكن امراض زي الامراض الكبيره دي سببها مجرد اكله واكله بريئه؟ يعني مثلا هذا المريض المزمن اللي بقاله مش عارف كام سنه مش عارف بيشتكي من تآكل الاعصاب او مرض المالتيبل سكلوروزيس، وده مرض عضال ومفزع وشيء مأساوي، مجرد ان هو يبطل اكل برتقال مثلا يخف. مثلا الرغيف العادي، رغيف القمح ده ممكن يعمل اكتئاب. فاذا الواحد غير الاكل من النشويات اللي هي معتمده على القمح للنشويات الرز يقوم يشفى من الاكتئاب. مثلا فنجان القهوه والبيضه الصبح ممكن يبقوا مسؤولين عن سلسله امراض معقده زي مثلا سوء الهضم والغازات وتطبل المعده والمغص والصداع والانفجارات العاطفيه وكل ده، بحيث ان هو لو بطل يقوم يخف. دلوقتي في معركه كبيره في امريكا وفي اوروبا والليله بين الاطباء وفرقتين كبار. الفرقه بتاعه الكلينيكال ايكولوجي اللي هي بتتكلم الكلام ده وبتقول ان ممكن الاكلات البريئه جدا النظيفه والطازجه وكل حاجه ممكن تسبب كوارث وممكن تسبب امراض كبيره مزمنه. وبيقول لك ايه الحكايه، يعني مش مجرد كلام، ده احنا مستعدين نجيب المرضى بتوعنا ونمتحن قدام لجان محايده ونجيب معانا صور الاشعه والتحليلات المعمليه وتشوفوا الحكايه بالظبط. وعمالين يعملوا نشرات وكتب. والجانب الاخر اللي هم الاطباء التقليديين رافضين المساله تماما وبيقولوا ان ده كلام فارغ وتهريج، ودي امراض ممكن تكون امراض نفسيه، واللي انتوا بتقولوا عليه مالتيبل سكلوروزيس او تآكل اعصاب دي جايز تكون مجموعه شكاوي هستيريه ووهميه بتخف بالوهم، زي ما جت بالوهم تخف بالوهم. اصل بالعقل لو شركه الادويه عملت علاج نهى على كل الامراض اللي عندك بشكل نهائي، هل هيشتغلوا؟ لا طبعا، هيبيعوا الدواء مره ولا اتنين لواحد في العمر كله وخلاص كده محدش يشتري منهم تاني، وبالتالي هيقفلوا الشركه او مش هيكسبوا المكسب اللي بيكسبوه بالكميات الكبيره من الفلوس دي. ده غير الدكاتره اللي بتكتب ادويه لشركات معينه في الروجاتات بتاعتهم عشان يحققوا تارجت معين، عشان اخر السنه يلاقوا نفسهم طالعين مصيف ببلاش، ولا يلاقوا حسابهم البنكي يتحول عليه مبلغ محترم يسندهم ويعيشهم في امان او يامن مستقبلهم. اصل برضه مرتب الدكتور مش هيعيشه العيشه اللي قعد كل العمر ده يدرس عشانها، فممكن يعني يلجأ لحاجه زي دي. وان شاء الله تكون دكاترتنا محترمين وبيراعوا ربنا ومش بيعملوا كده، ان شاء الله كل الكلام ده يكون غلط. وده اللي خلى ناس كتير جدا تشك في موت دكتور ضياء، ان في شركه من الشركات دي هي كانت سبب وفاته، بالذات انه مات في دبي، المكان اللي كل الشركات دي مقرها هناك. لكن انا مش عاوز اتكلم عن موضوع وفاه دكتور ضياء ولا ان احنا نشكك في حد الا لما نشوف بيانات رسميه فعلا من حكومه بلدنا اللي كلنا واثقين فيهم، واثقين ان لو الراجل ده فعلا اتقتل ما ماتش موته طبيعيه حقه هيجي. في النهايه عاوزك تقول لي رايك في نظام دكتور ضياء، هل فعلا انت شايف ان كلامه كان صح ولا لا؟ وقول لي لو في حاجه حابب نتكلم عنها الفتره الجايه. كان معاك ماجد.